السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل دخلت قبل كده غرفة الأشعة وبصيت حوالينك وشفت الحيطة فيها علامة التحذير الشهيرة إشعاع وسألت نفسك هل أنا في أمان؟ هو ممكن الأشعة تسبب لي سرطان؟ الحقيقة إن السؤال ده بيتكرر كتير مع ناس كتير جدا، سواء مرضى أو طلاب أو حتى ناس من الطاقم الطبي. في الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده بكل وضوح ومن غير تعقيد وبشكل علمي وواقعي. تابع معايا للآخر عشان تعرف امتى الأشعة ممكن تبقى خطر وامتى تكون آمنة تماما. قبل ما نعرف الأشعة خطر ولا لأ، لازم نعرف أنواع الأشعة ومستوى الأشعة. أول حاجة لازم نفهمها إن مش كل الأشعة زي بعضها. خليني أبسطها لك. الأشعة نوعين: إشعاع مؤين اللي بنسميه ionizing radiation زي الأشعة السينية اللي موجودة في جهاز الأشعة العادية، والأشعة المقطعية. النوع ده بيستخدم موجات طاقتها عالية ممكن تأثر على خلايا الجسم لو تعرضنا ليها بجرعات كبيرة ولفترات طويلة. بس خلي بالك، الكلام ده مش معناه إن أي أشعة هتعمل سرطان. الجرعة بتاعت كل فحص مدروسة كويس وغالبا بتكون قليلة جدا ومفيهاش أي ضرر على المدى القصير أو المتوسط. أما النوع التاني فهي أشعة غير مؤينة أو النون ايونايزنج راديشن، زي اللي موجودة في جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الألترا ساوند. دول بيستخدموا موجات مغناطيسية وموجات صوتية وملهمش علاقة بالإشعاع المعين إطلاقا، يعني آمنين تماما ومفيش أي خوف منهم حتى لو اتعملوا أكتر من مرة. طيب السؤال هنا اللي كل الناس بتسأله، هل ممكن الأشعة تسبب سرطان؟ الإجابة ببساطة نعم، لكن بشروط معينة. يعني لو شخص بيتعرض لجرعات عالية جدا من الإشعاع بشكل متكرر وبدون داعي ولسنوات طويلة، ده ممكن يزيد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة صغيرة. لكن خلي بالك، فحص أشعة واحد أو حتى 2 في السنة ده ما يعملش خطر يذكر. الكمية المستخدمة في كل فحص بتكون ضئيلة جدا جدا، والدكاترة دايما بيوازنوا بين الخطورة والفايدة. يعني الأشعة مش بتطلبها العيادة إلا لو فعلا ضرورية للتشخيص أو المتابعة. وصلنا لآخر حاجة نتكلم فيها النهاردة، وهي نظام الحماية من الإشعاع في مراكز الأشعة. في نقطة مهمة جدا لازم الناس تعرفها: مراكز الأشعة دلوقتي بتشتغل بأنظمة صارمة جدا لحماية المريض والفريق الطبي. زي إيه مثلا؟ زي تقليل الجرعة لأقل قدر ممكن أو اللو دوز بروتوكول. بيستخدم وسائل الحماية زي الليد أبرون للحوامل أو الأطفال، وتحديد المنطقة المطلوبة فقط للتصوير مش الجسم كله. ده غير إن الأجهزة الجديدة أصبحت أكثر دقة وأقل في كمية الإشعاع مقارنة بالأجهزة القديمة. خلاصة الكلام، الأشعة السينية والمقطعية فيها إشعاع، بس الجرعات قليلة ومفيش منها خطر في الاستخدام الطبي العادي. والسونار والام ار اي آمنين بنسبة 100%. الأشعة ما بتطلبهاش العيادة أو الطبيب إلا لما يكون فيها داعي حقيقي. قولولي في التعليقات كنت خايف من الأشعة قبل كده؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشيره مع حد ممكن يستفيد، وتعمل لايك وتشترك في القناة علشان نكمل سوا سلسلة تبسيط فحوصات الأشعة بطريقة سهلة واحترافية. كان معاكم عبد الله من قناة الأشعة ببساطة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.